وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل اكله شعبيه كده بتاعت زمان، فيها روايح كده زمان وحاجه كده تحفه ومشبعه ومفيده جدا. يعني عايزه اقولك لو انت بتعملي دايت الاكله دي هتنفعك جدا، حتى لو ما بتعمليش دايت فالاكله هتمشي للاتنين. فيعني لو انت بقى عامله دايت فهتاكلي منها وهتاكلي منها كمان اللي في البيت. يعني مش هتضطري ان انت تعملي صنف ليكي وصنف للعيله، لا العيله كلها هتاكل منها وهتشبع، وحاجه كده بصي هتاكلي وتشبعي منها. انا عن نفسي ما بشبعش غير من الاكل ده، شويه جرجير وشويه بصاره بقى، يعني تحفه. تعالى بقى اقول لكم عملنا البصاره ازاي. اول حاجه بقى معايا كوبايه فول مدشوش اهو، بنجيبه كده من عند العطار، نقعته حوالي ربع ساعة وصفيته من المية. وعندي ربطة كزبرة وفلفل بقى حار بقى زي ما تحبي، حطي بقى 3 كده زي ما تحبي. وعندي بصلاية وحوالي 4 فصوص توم. عندي بقى اهم حطيتهم كلهم في الحلة، وهحط عليهم بقى كده شوية مية علشان اسلق الكلام ده كله. حطيت عليهم اهو شويه ميه وهحطهم بقى على النار لحد ما يتسلقوا، غطيتهم بس كده بشويه ميه. بعد كده خلاص لما تسلقوا بقى هطفي بقى عليها النار، هسيبها تهدى شويه كده. وبعد كده عندك خلاط اضربيها في الخلاط، انا ضربتها بالهاند بلندر كده. عايزه اقولك بقى يعني حراقه كده وجميله، مش عايزه تحطي شطه بلاش خالص. هاجي بقى بعد كده على النار، ارفعها تاني على النار بعد ما ضربتها، واحط شويه كزبره شويه كمون وشويه ملح. مش هحط شطه علشان طبعا انا حاطه فلفل حراق. وهقلبها كده تاخد غلوتين 3 كده على النار. تمام كده. لحد هتلاقيها اصلا يعني تقلت معاكي خلاص، يعني هتديها غلوتين 3 كده على النار وهتطفي عليها على طول. عايزه اقولك الريحه هنا بقى كانت تحفه. التوابل زي ما قلت لك، كمون، كزبره ناشفه، ملح. عايزه تحطي شطه حطي، بس انا حاطه فلفل حراق. عندي بصل هنا جوانح بقى احمره عشان احطه كده على الوش بعد ما البصاره اصبها. وخلاص هنا كنت غرفت بقى البصاره في اطباق عندي كده وحمرت البصل وحطيته على الوش بقى. بعد ما البصاره هدت خالص كده وبردت، حطيت البصل بقى كده على الوش وزينت. تعالوا بقى اقول لكم عملنا البتنجان ازاي. عندي بقى بتنجان عروس اهو، حطيته كده زي ما هو بالروز بتاعته في قلب الميه، وهحط على الميه شويه ملح بس. تمام كده. وبعد كده هحطه هرفعه على النار يتسلق. عبال ما يتسلق بقى اعمل الخلطه اللي احنا هنحشي بيها البتنجان. عندي طماطمتين متقشرين وقرن فلفل احمر، قرن فلفل اخضر كده اللي هو الشطه ده، وعندي بصلايه صغيره و6 فصوص توم. هضربهم بقى اروح على الكبه، وطبعا لازم تكوني مقشره الطماطم. عندي الكبه بقى اهو هضربهم فيها كده. وتعالى اقول لكم بقى هنعمل ايه تاني. خلاص هنا البتنجان كانت سلق وشلته من الميه، والخلطه بتاعتي اهي. والبتنجان يعني عايزه اشيل الراس بتاعه، بس هتشيليه لما يبرد خالص علشان ما يتهريش منك. تمام كده. الراس هتتشال معاكي بكل سهوله، بس عشان انا بصور نفسي يعني بشيل خطوه حبه حبه كده، فمش عارفه اشيله قوي. فانا هسيب الكاميرا وهكمل دلوقتي. عندي الخلطه بقى احط عليها بتاعه الحشو، احط عليها عصره ليمونه او نص ليمونه لو الليمونه كبيره، وشويه خل، وكمان هحط شويه زيت زيتون. تعالوا اقول لكم التوابل بقى، كمون وكزبره وملح. بس كده. هجيب بقى الحشو بتاعي او الخلطه بتاعتي دي كده، هحشي بيها البتنجان. وهحشي بقى مع بتنجان هنا كده، وانا هكمل بعد كده. زي ما اقول لكم انا بصور نفسي فمش عارفه املك قوي يعني. خلاص هنا كنت حشيته بقى ورشيت عليه شويه كزبره كده خضره، والليمونه بقى الخطيره دي. وبألف هنا وشفا، ودي كانت اكله شعبيه تحفه، اتمنى تجربوها. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوا القناه عندي، تنوروني. واتمنى تجربوا بقى الوصفات اللي انا عملتها كلها، وقولوا لي جربتوا ايه من وصفاتي. ولو وصلتوا لحد هنا بالله عليكم ما تنسوش اللايك هو اللي هيرفع لي الفيديو. واسيبكم واشوفكم ان شاء الله في الوصفه الجايه على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.